استكمالا لسلسلة فيديوهات التسوية في الاير فراير. يلا نسوي فرخة كاملة بحجم كبير إلى حد ما في الاير فراير وأقول لكم رأيي في تسويتها وأخدت معايا وقت قد ايه. ضفت فرخة كنت متبلاها ودي تقريبا كان وزنها 2 كيلو. ضفت عليها باقي التتبيلة كمان علشان تنزل في الدرج، وده هيساعد ان الفراخ ما تنشفش اثناء التسوية. ظبطت القلاية على برنامج الفراخ اللي بيدي 27 دقيقة على درجة حرارة 180، وفتحت عليها قبل ما المدة تخلص ب11 دقيقة. كان شكلها زي ما انتوا هتشوفوا كده، احمرت من جزء والباقي لأ. فلفيت الفرخة وسبتها تكمل مدة التسوية اللي باقية في البرنامج. بعد ما خلصت المدة حسيت ان هي لسه ما استوتش، وحبيت ان انا الفها على الجنب التاني عشان اشوفها. لقيتها بيضة ما احمرتش خالص. قفلت عليها مرة تانية واديتها 15 دقيقة في درجة حرارة برضو 180. وبعد ما المدة دي خلصت برضو ما حسيتهاش استوت، فاديت لها 10 دقايق كمان على نفس درجة الحرارة، وقلت كده خلاص كفاية عليها 52 دقيقة. وما كانش ينفع اسيبها اكتر من كده علشان احمرت من بره، واكتر من كده كانت هتتحرق. بعد كده بقى لما جيت اقطعها لقيت ان اللحمة بتاعتها مستوية فعلا وطرية منشفتش خالص، ولكن ما نقدرش ان احنا نفصل الدبوس بسهولة. وكذلك بقية العظم اللي كان موجود في الفرخ، يعني تشد اللحمة بتشد معاكم عادي وتكون طرية ومستوية، ولكن العظم ما بيفكش بسهولة. فانا اقترح عليكم ان احنا ممكن نقلل درجة الحرارة ل 160. هتاخد مننا وقت اطول شوية بس علشان ما تتحمرش من بره قبل ما تكون استوت من جوه. وبس كده، دي كانت تجربتي. يا ريت لو استفدتوا من الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني. انا سارة هلال، بنزل فيديوهات دايما عن التسوية في الاير فراير وعن الطبخ عموما. اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.